السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة الوحش البادج الإنجليزي. لو كنت أول مرة تشوفنا أو أول مرة تشوف محتوانا، اعمل لايك وشير ومتابعة عشان يوصلك كل فيديو لينا. تمام. وتشاركنا رأيك برضو، وتشاركنا رأيك في المستويات وتشوف الأسعار. تمام. وهنقول في آخر الفيديو الأسعار ورقم التليفون اللي حابب يتواصل. تمام. معانا ذكر أونلاين، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. تمام. دم عالي جدا. ماشي. معانا نتاية سبانجل، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. النتاية ديت اشتغلت عش واحد، والذكر ده اشتغل عشين بس مع نتاية تانية، دول اول عش ليهم. ربنا يا رب يبارك لصاحب النصيب. طبعا انا مش هتكلم على المستوى، الفيديو طبعا موضح كل المستوى بالنسبة للبنت وبالنسبة للولد. تمام. بس هو الولد يعني بيحب يغازل بالطريقة ديت، يعني عشان كده واقف الوقفة دي، فانا قلت ايه اصوره والحقه ايه وهو واقف الوقفة الجميلة دي يعني. تمام. لكن الذكر بسم الله ما شاء الله، عقد وهد وحجم. تمام. هحاول برضو طبعا اوضح لكم الصورة ديت برضو في الفيديو، وممكن برضو نلقط له كام صورة كده وننزله برضو ايه مع الفيديو. تمام. ربنا يا رب يبارك لصاحب النصيب. ان شاء الله باذن الله. في مستويات تانية باسعار مختلفة. تمام. وفي حاجات برضو في المتناول، وفي حاجات سردة موجودة بإذن الله إن شاء الله. تمام. للي حابب يتواصل معانا أو حابب إيه يجرب معانا البادج الإنجليزي. في ناس كتير بتبقى حابة ان هي تجرب، بس بتبقى خايفة مثلا لان بتسمع كلام كتير جدا عن الانجليزي ان هو تقيل في شغله او مش شغال او بيقعد فترة كبيرة. اقول لحضرتك دوت بيرجع لحضرتك بس لعدم المعلومة الكافية. كل طير ليه جو مناسب، كل طير ليه اسلوب. البادج الانجليزي دوت هو عصفور حساس، محتاج لرعاية خاصة، محتاج لجو معين، محتاج لدرجة حرارة ثابتة. تمام. محتاج إضاءة تكون كافية في الأوقات اللازمة، مش محتاج النور يبقى قايد على طول 24 ساعة. تمام. لازم فترة النوم الطبيعي عشان الطير يرتاح عشان يقدر يكمل بقية يومه. تمام. لأن أنت طبعا لما بتعرضه للصحيان المباشر دايما بيحصل عنده عملية عدم اتزان، فبالتالي بيبقى عنده توتر، فبيقدرش يركز ويشتغل زي ما انت متخيل زي بقية العصافير التانية. تمام. فلو نفترض مثلا ان هو عصفور بلدي، طبيعي العصفور البلدي طبيعته ايه؟ من اول المغرب يعشش في الاشجار وينام، وتاني يوم الصبح تمام بيبتدي اول مع ضوء فجر بيبتدي ايه يسعى على رزقه. تمام. فانت تتعامل معاه على هذا الاساس ان هو طير محتاج نوم طبيعي مش اقل من 8-10 ساعات يوميا، وبقية اليوم اللي هو اثناء النهار اللي هو من 6 الصبح ل6 المغرب. تمام. في خلال ال 12 ساعة دول اللي هو محتاج ان هو يقدر ايه يعيش حياته ويشوف رزقه فيها. تمام. فانت في خلال الوقت ده بتقدر توفر له درجة الحرارة المناسبة، التوقيت المناسب، المكان المناسب. تمام. عشان تقدر تاخد منه ناتج، لان هو دوت اللي كلنا بنسعى عليه ان احنا نشوف ايه حاجة كويسة منه بإذن الله إن شاء الله. وربنا يا رب يرزق الجميع، وإن شاء الله بإذن الله اللي جاي يكون أحسن. وربنا يا رب يسعد أيامكم بإذن الله إن شاء الله. وإن شاء الله هيبقى فيه جديد وجديد بإذن الله إن شاء الله. رقم التليفون للتواصل 011 40 88 42 72. القص دوت عامل 2200. ربنا يا رب يبارك لصاحب النصيب. بالنسبة للذكر من تحت دم بهاء عنبر. ربنا يا رب يبارك لصاحب النصيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.